السلام عليكم. موضوعنا اليوم يتعلق بقانون معاشات الجيش الوطني الشعبي، قانون 21 أفريل 2021، وقانون اللي صادق عليه البرلمان. كاين بعض الفئة من ضباط وعمال الجيش الوطني الشعبي اللي ما فهموش واش هذا القانون اللي صادق عليه البرلمان. منهم الفئة تاع الملفات الزرقاء او لي دوسي بلو اللي خرجوا راهم متحيرين هل هذا القانون يتضمنهم ام لا. اليوم قمت لكم بشرح هذه القوانين وتلخيص معظمها به اصحاب الملفات الزرقاء اللي راهم في تحير يعرفوا واش كاين، والناس اللي راهي في الجيش الوطني الشعبي يعرفوا قوانين الجيش الوطني الشعبي اللي صارت فيها تغيرات. اولا نهضروا على القانون. وش يقول لك القانون الفئة المستحقة للمعاش، يعني الفئة المستحقة للمعاش هما العسكريون وشبه عسكريون اللي أكملوا 15 سنة، يعني العسكري اللي كمل 15 سنة والبيسية اللي خدم في الجيش الوطني الشعبي 15 سنة يدي المعاش تاعو بصفة عادية. ثانيا ضباط الصف اللي عندهم لاك تاع 25 عام والشبه عسكري اللي ما وصلش 60 سنة، وضباط الصف العسكريون اللي ما كملوش 19 سنة. نعاود لكم، ضباط الصف اللي ما كملوش 25 سنة، شبه عسكري البيسية اللي ما كملش 60 سنة، ضباط الصف او العسكريون اللي مسنيين لاكت على 19 عام وما كملوهاش، والعسكري اللي خدم الجندي اللي ما كملش 15 سنة. هذو اذا خرجوا بدون عجز لا يقبل في التقاعد حتى انتهاء مدة العقد. يعني يخرج يعني العسكري ولا الضابط اللي مسني لاكت على 15 عام وخرج من الجيش الوطني وماهوش خارج يعني بدون إحالته إلى العجز ما يديش تقاعد تاعو حتى ينتهي المدة تاع العقد. العسكريون ثاني اللي قل من 15 سنة ثاني ما يدوش العقد، ما يدوش التقاعد تاعهم حتى بعد انتهاء المدة تاع العقد. هذا القوانين بصفة عامة وباختصار مفيد. هذا القانون اللي داروه اللي صادق عليه البرلمان هم ما يختصش بالفئة الزرقاء تاع الملفات الزرقاء، باسكو تاع الملفات الزرقاء القانون طبق في 21 أفريل وصادق عليه البرلمان، يعني القانون ما طبقش، قانون خرج في 21 أفريل 2021 وصادق عليه البرلمان في الأسبوع الماضي، يعني يطبق على العسكريون والضباط اللي راهم مازالوا في الجيش الوطني الشعبي. أما أصحاب الملفات الزرقاء اللي كمل 15 سنة قانونيا يدي تلقائيا وقانونيا يدي المدة، يدي التقاعد تاعو. هذا القانون في واش يخص؟ هذا يخص الفئة اللي راها اونكور، يعني اللي راها في خدمة الجيش الوطني، يعني خدام جندي او ضابط او غيرها من فئة الجيش الوطني الشعبي كي يحب يخرج لازم اذا كان اقل من 15 سنة ما يعرف روحه بلي راح يخرج بصح مش راح يدي تقاعد، اذا كان اقل من مدة تاع انتهاء العقد مش راح يدي التقاعد تاعو. هذه هي القوانين اللي دارتها جديدة. يعني باختصار مفيد أصحاب الملفات الزرقاء ورانا نشوفوهم بزاف يهضروا على حقوقهم، يعني 99% إن شاء الله بربي وبإذن الله راح يتحصلوا على الحقوق تاعهم، لأنه هذا القانون ما يمسهمش هما، باسكو القانون خرج في 21 أفريل 2018 2021 آسفة في 21 أفريل 2021 وطبق يعني صادق عليه البرلمان الأسبوع الماضي، هذا هو راهم صادقوا عليه. هذا القانون يتطبق على البيسية في 1 جانفي 2023. البيسية 1 جانفي 2023 إذا ما كل حقتش 60 سنة ما عندكش الحق في التقاعد، سواء إناث أو رجال. والقانون هذا يضمن العمال تاع الجيش الوطني اللي راهم دروك خدامين، إذا ما كملش الخدمة تاع اللاكت تاعو مش راح يتحصل على الحقوق تاعو، خاصة إذا خرج بدون الإحالة إلى العجز، يعني خرج غير منسوب. ان شاء الله ربي يوفق الجميع، وشكرا، ما تنساوش ابوني للقناة، والسلام عليكم.